اخر اخبار الزمالك، مش عارف ايه قصه الاصابات في الزمالك. كل لما الفريق نقول نكتمل تلاقي حاجه تحصل. يعني الونش غايب بكره، غياب الونش مؤثر جدا. الونش احد العناصر الاساسيه في دفاع الزمالك، وهو اللي مقوم الدفاع الفتره الاخيره. الونش هيغيب بكره، عنده مزق في العضله الضمه، هيغيب ما يقرب من 10 ايام. يعني وقت صعب، وقت انت محتاج فيه الونش بشكل كبير. هيغيب عنك في مباراه زد غياب مؤثر جدا الحقيقه. كنت اتمنى الونش يكون موجود، خصوصا انه ما شاء الله واقف على رجله وفايق والدنيا معاه ماشيه بشكل جيد جدا، وبيزق الدفاع لقدام بصراحه وعامل شغل كبير. فغيابه مؤثر جدا. ولكن هنشوف بكره محمد اسماعيل بيلعب في مكانه الاصلي جنب حسام عبد المجيد في خط الدفاع. فتمام، محمد اسماعيل يرجع بقى مكانه ويستعيد حتته اللي هو اصلا بيلعب فيها بشكل جيد جدا. فخلينا نتفرج على بكره على محمد اسماعيل، وان شاء الله الونش ما يغيبش علينا كتير، و10 ايام يعدوا سريعا ويكون جاهز ويرجع على الماتشات. لان زي ما قلت لكم الونش احد كباتن نادي الزمالك المؤثرين جدا جدا في الملعب. فان شاء الله يرجع سريعا وبالف سلامه يا رب باذن الله. كان في كلام ان محمد ابراهيم الباك اليمين هيغيب ايضا عن مباراه بكره، كان عنده اجهاد كده في العضله تقريبا، ولكن الحمد لله الراجل تماما جاهز، وان شاء الله هيكون موجود بكره في ماتش بكره. محمد ابراهيم خلاص بقى هو باك يمين الزمالك الاساسي. عمر جابر يعني راجع من الاصابه واموره مش احسن حاجه، وبارن اوشنج صفقه تروماي. فمتشكرين جدا يا عمنا، ونشوفك على خير باذن الله في فرق تانية تلعب هناك براحتك. فمحمد ابراهيم ان شاء الله جاهز لماتش بكره، وان شاء الله يلعب ماتش كويس ويشتغل بشكل افضل باذن الله. من الحاجات المهمه ان نادي زد ساب حصه التذاكر بتاعته في المقصوره الاماميه لنادي الزمالك. يعني نزلوا بيان امبارح وبتاع، حاجه كويسه منهم يعني. والكابتن سيف زاهر قال لك هسيب التذاكر بتاعتنا لنادي الزمالك. يا عم متشكرين، ربنا يستر بس والامور تمشي بشكل حلو في ماتش بكره. ماتشات زد من الماتشات اللي بتعقرب شويه مع الزمالك. زد لسه فريق جديد، لكن من الفرق اللي بتعقرب شويه مع الزمالك. لكن ان شاء الله الزمالك قدها، والكابتن معتمد جمال يبدا صح، وان شاء الله نعدي بالمباراه لبر الامان باذن الله. اعتقد تشكيل الزمالك المتوقع بكره، الزمالك لازم يبدا صح، الزمالك لازم يبدا بشكل كويس بكره. اعتقد التشكيل هيلعب بمهدي سليمان في حراسه المرمى، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد اتنين مساكين، ناحيه اليمين محمد ابراهيم، ناحيه الشمال عوده محمود بن تايج. اتمنى اشوف في نص الملعب لو ربيع مش جاهز يبقى يلعب بمحمد شحاته 6، وجنبيه احمد فتوح، ومعاهم محمد السيد. اتمنى اشوف الثلاثه دول في نص ملعب الزمالك بكره، بالاضافه لثلاثه قدام بزيره عدي ناصر منسي. بزيره يبقى قدامهم كده، وناصر منسي وعدي الاثنين بيكملوا في ال 18، والزمالك يبدا يلعب من العمق وينوع لعبه على الاطراف. بزيره يطلع ناحيه اليمين ويبدل مع عدي شويه، رغم ان الاثنين تمركزهم احيانا مبقاش احسن حاجه، ولكن يبقى في روتيشن كده في الملعب. فتوح يطلع قدام بنتايج وبزيره يدخل في القلب، يعني يكون في تنوع في اللعب ان شاء الله في الملعب. وان شاء الله الامور تمشي بشكل جيد، والزمالك يجيب 3 نقاط مهمين من اجل الاستمرار في سباق الصداره باذن الله. ربنا يكرم، ان شاء الله نتفرج على ماتش حلو، وان شاء الله الزمالك يكسب بكره ويمتعنا باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.